السلام عليكم، مرحبا بكم. يزدهي هذا المكان الجميل الفسيح الرحم، يزدهي بطلتكم البهيجة. والمناسبة طبعا هو مهرجان رباط الثقافات في دورته الثانية، حيث نتشرف كمغاربة وكوطن باستضافة أعز البلدان وأقربها إلى أفئدتنا، بلاد جزر القمر، من خلال تواجد وحضور سفيرها المحترم السيد محمد بن يحيى إلياس، الذي أبى إلا أن يشرفنا بقبول دعوة مشاركته هذه الاحتفالية في دورتها الثانية، التي نحاول من خلالها أن نبني جسورا بين الثقافتين المغربية والقمرية، إيمانا منا بأهمية الثقافة. فطبعا هناك العلاقات الدبلوماسية بين البلدان، لكنها تبقى دوما وأبدا محصورة ومسيجة باعتبارات سياسية دبلوماسية، ولا تخلو من مجاملات. لذلك فالعلاقات الحقيقية بين البلدان إنما تتأسس وتزداد وثوقا ورسوخا من خلال الثقافة. فالثقافة هي السلطة الممانعة والسلطة العالمة، وهي الجسر والقناة التي تمكن الشعوب من تسريب ومن التعبير عن مشاعرها فيما بينها. فلذلك فنحن نتشرف مرة أخرى بحضور سعادة سفير بلد جزر القمر وقبوله الدعوة أن يكون بلده ضيف شرف هذه الدورة الثانية. وأقول لكل الحاضرين المواطنين المغاربة، ولكن أيضا ضيوفنا من مصر العزيزة علينا الحاضرة بين ظهرانينا من خلال الموسيقى ومن خلال الإعلام، وأرحب على نحو خاص بحضور طلبة جزر القمر ومجيئهم للتعبير عن ثقافتهم من خلال رقصات فولكلورية غنائية. أشكر أيضا السيد المحترم والصديق وهو أمين عام حزب جبهة القوى الديمقراطية. للأسف وجهنا دعوات كثيرة لأحزاب كثيرة تحضر، على اعتبار أن لها دور أساسي في مساندة الثقافة ودعمها. الوحيد الذي حضر معنا هو السي مصطفى نبيلي، كنشكرك بزاف، كنشكرك. وطبعا معنا صفوة من خيرة الفنانين المغاربة والمصريين والقمريين من كل صنوف الأشكال التعبيرية. وطبعا معنا مكرمين أو مكرمات يشتغلون في مهن يشرفنا ويشرفون من خلالها المهنة، من خلالها يشرفون المرأة المغربية. لذلك لا أجد الكلمات للتعبير عن فرحي وحضوري بتلبيتكم الدعوة والحضور بهذا الحجم وهذه القيمة الجميلة جدا. أتمنى لكم استمتاع ومتعة من خلال الفقرات التي ستستمتعون بمتابعتها، وشكرا مجددا.